واضح بإلغاء مداولتين للمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة والمتضمنتين توزيع إعانات مالية على الجمعيات الرياضية والثقافية بقيمة 20 مليار سنتيم دون استشارة نوابه. القرار جاء بعد تسجيل فارق في المبلغ المذكور في المحضر مع المدون في المداولة، ما يشكل حسب القرار ذاته خرقا قانونيا. على ما يبدو أن حالة الانسداد التي يعيشها المجلس الشعبي البلدي بقسنطينة لم تشهد انفراجا بعد، فوضع رئيس البلدية سيف الدين ريحاني يتأزم يوما بعد يوم على خلفية إمضائه مداولات بقيمة 20 مليار سنتيم دون محاضر لسنتي 2013-2014 تخص ميزانية دعم الجمعيات. الأمر دفع بنواب المجلس رفع دعاوى قضائية ضده. لي كونفوكاسيون من الناحيه القانونيه راهو مش محترم ورحنا كتبنا له وما جاوبناش. قضيه المؤسسات الاقتصاديه اللي القانون يجبروا باش يقدم لي بيلون تاعهم للمجلس ما قدمهمش. وزع 10 ملاير جمعيات رياضيه وثقافيه ودار مداوله، ولكن المداوله ما تقدرش تروح للسلطات المحليه وبدون محضر تاع المداولة. رئيس البلدية الذي يعيش تضييقا كبيرا بين شد وجذب العدالة ونوابه تنصل من مسؤولية خرق القانون باعتبار كل الأميار الذين تعاقبوا على المجلس تعاملوا بذات الأسلوب. قاعد في قدام مناسبة مش غير في المنظر تاعي، في المنظر كامل نحضر الجلسة لما نصادقوا احنا على مشروع مداولة نقدموه، كي نصادقوا عليه يروح مداولة، لكن يذكر في المحضر ما عدا العموم ما نذكرش بالتفصيل. والي الولاية حسين واضح قام بإبطال المداولتين وحمل رئيس البلدية المسؤولية باعتباره متورطا في خسارة قد تكلف خزينة العمومية الكثير. المهم كي ما ترتبش عليها ربما خسارة للخزينة العمومية ولا ما تكتسيش طابع نتاع تحويل أو تبديد أموال عمومية. المشكل هو أن فيه بعض المنتخبين يقول لك احنا ماشي هذا هو التوزيع اللي حضرنا له وماشي هذا هي القائمة اللي اتفقنا عليها. بالفعل أنا كلفت مفتشية على مستوى الولاية وبينت باللي فيها إخلالات، وبالتالي قمنا كإجراء يعني عادي بالنسبة لنا بإلغاء هذه المداولة. الخروقات التي تحسب على رئيس البلدية تعد بمثابة نقطة سوداء بالمجلس الشعبي البلدي بقسنطينة الذي قصر في جانب مهم في عملية التنمية المحلية وتعطيل العشرات من مشاريع قسنطينة عاصمة الثقافة العربية. كشفت بيانات المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصائيات التابع للجمارك عن انخفاض فاتورة استيراد